السلام عليكم، اهلا بالجميع. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. واخا تعطلت عليكم ضروري ما نضرب طليله. المهم ان شاء الله غادي نحضر معكم. اول شيء نبارك لكم العواشر، نطلب من الله سبحانه وتعالى يدخلهم علينا بالصحه والسلامه وتحقيق المتمنيات والامن والسلم والسلام في بلدان المسلمين. غناخد معكم ان شاء الله تجربه ديال واحد المعسله كتجي زوينه وفي نفس الوقت سهله. عندي هنا نص كيلو ديال السميده او ما يعادل 500 غرام سميده الحرشه، كذلك عندي معلقه ديال السكر، قبصه من الملح، واحد الخماره حمراء او الخماره د الحلوه، واحد الفاني، ونص كاس ديال الزيت. كنبسبسوا المقادير ديالنا مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. وغادي نكون هنا خلطت واحد الكاس ديال الماء مع ماء الزهر. كنضيفوا ماء الزهر لهذا الماء اللي غنخلطوا به باش كيعطينا داك لوكو في الحلوه ديالنا اولا المعسله ديالنا. غادي نحاول نعجن باطراف الاصابع وما ندلكهاش بزاف باش ما تطلقش النشا وتقسح. مهم باطراف الاصابع مع استمرار اضافه الماء بالتدريج حتى كنحسوا بديك العجينه اولا ديك الحرشه تجمعات لينا صافي كنخليوها. هنا غادي ندوز معكم العقده اللي غنعمر بها المعسله ديالنا اللي درت فيها الكاوكاو ودرت فيها كذلك القرفه والسكر وجوج معالق ديال الزبده وعجنتها بماء الزهر. غادي ادق التفاصيل غادي يكونوا في الفيديو الجاي ان شاء الله، بحكم درت هذه العقده وعمرت بها البريوات وقلت نعمر بها حتى هذه المعسله. هنا غادي نهز العجينه، غادي نحاول نبسطها، يعني الكميه ديال العجينه على حسب كميه ديال العقده ديال الكاوكاو ولا اللوز اللي درنا من قبل. غادي نبسط شويه العجينه وغادي ندير فيها العقده ونجمع عليها ونحاول نحربلها ونحطها كما كتشوفوا في الفيديو. هنا حاولت نبحث على المرشم اللي غادي يناسب هاد المعسله اللي درت، ما لقيت حتى مرشم وبنت لي هاد الطابيه في الطريق، قلت والله سنرشم بها. ما علينا، هذه خاصه خليتها مع الادوات ديال الحلويات. المهم هنا غطيت العجينه ديالي من الفوق وحاولت نطابيها اولا نزوقها من الفوق. المهم الفيديو راه كيوضح نفسه. نتوما اي مرشم متواجد عندكم بغيتو ترشموا به فاهلا وسهلا، ما عندناش مشكل. كما كتشوفوا كتخرج فيها ديك الزخرفه، ماشي شي حاجه، ولكن كتحاولي تغيري الوجه للمعسله وصافي. كنستمروا بهذه الطريقه، ندخلوا الحلوه ديالنا للفران حتى كطيب، كنحمروها شويه كنخرجوها عادي صافي. هنا كندوزو باش نعسلوها. بعد ما خرجنا المعسله ديالنا من الفران دابا غادي ندوزو للعسل. بالنسبه للعسل كنضيفوا اطرو ديال الماء جوج كيلو ديال السنيده وحامضه مقطعه طرونش وكميسه ديال اتاي. بالنسبه للناس اللي بغاو ينسموها فكيضيفوا الزعتر، الزعتره، النوار، اليازير. ولكن بالنسبه للعسل ديال المعسلات ماشي ضروري نضيفوا لهم هاد الاعشاب، فقط كنكتفيو بالحامض واتاي باش كتجينا حمرا بحال هيدا. كنديروا هاد المقادير كاملين اللي ذكرت وكنطرقوا عليهم في الكوكوط وكنضيفوها على النار مهيله مقتوله. كتعطينا ديك الساعه و20 دقيقه ديال الطياب صافي كنحيدوها جاهزه. هنا كما كتشوفوا كنعسل الحلوه ديالي، كنخرجوها من الفران. الا كانت العسل ثقيله ما فيها باس تخرجوها من الفران مباشره تعسلوها. الا كانت العسل خفيفه كنخليو الحلوه تبرد شويه عاد كنعسلوها باش كتشد فيها العسل. غنكمل ما تبقى من الحلوه ديالي نعسلها وغادي نضرب لكم نتوما موعد في فيديو قادم ان شاء الله. واللي تفرج في الفيديو حتى لهنا ما ينسانيش من جميل دعواتي ولكم بالمثل. استودعكم الله.